مرحبا. اليوم حابب أحكي بموضوع كنت ناوي أتركه لبعدين. كنت حابب كمل بمواضيع الصحة العامة، وأمراض النوم وأشياء أخرى. بس يلي صار مبارح ب29 كانون الأول بسوريا، وإعادة عمليا وتنصيب أحمد الشرع كرئيس للجمهورية العربية السورية بصلاحيات مطلقة، خلاني أرجع لهذا الموضوع يلي هو من تحت الدلف لتحت المزراب. جزء ثاني، هل فعلا نحن من تحت الدلف لتحت المزراب؟ رأيي الشخصي احتمال أفغنة سوريا هو الحالة الوحيدة يلي فينا نقول أنه مطرح ما شو اسمه شنقه، لأنه هي الحالة الوحيدة يلي بيكون الوضع فيها بسوريا مثل أيام حكم بيت الأسد. أي احتمال تاني هو احتمال أفضل من هداك. يلي خلاني أحكي بالموضوع اليوم، شفت بوست على الفيسبوك عم تترحموا على أيام 99%. هلأ ما من شخص بعرفه، الحالة الوحيدة اللي تترحم على هديك الأيام إذا كنت من العالم يلي مستفيدة من النظام، مستفيد ومبسوط بهالشي. في كتير عالم كانت مستفيدة بشكل أو بآخر بس ما أنا مبسوطة، وهي العالم وقفت ضد النظام بعدين وخسرت كتير مكتسبات. نعرف قصص عالم يلي كانوا عايشين تنظيم كفرسوسة بالبنايات يلي البيوت فيها هديك الأيام كان حقها فوق 100 مليون ليرة، يعني فوق $2,000,000 بهديك الأيام، يلي عيالهم عايشت بالمخيمات. هن الرجال ماتوا واعتقلوا واعدموا، وعيالهم بالمخيمات خسروا كل شيء بس لأنهم قالوا كلمة حق بهديك الأيام. وأملاكهم بعد ما تم إعدامهم اتصادرت بحجج واهية. هي عم بحكي بس على الشام، على عالم أنا سمعان فيهم بعرفهم، ما عم بحكي على غير محلات غير مناطق، ما عم بحكي على بابا عمر يلي انمحت عن الأرض، ما عم بحكي على ريف إدلب. أنا من خان شيخون من ريف إدلب، خلقان وربيان بالشام، بعتبر حالي شامي بس أنا كمان إدلبي. حكيتها من قبل، إلي الفخر برفقاتي ومعارفي العلوية والمسيحية والدروز والإسماعيلية والكراد يلي كانوا ضد النظام وما يزالوا ضد النظام، يلي ما غيروا رأيهم حتى هلأ رغم كل شيء عم بيصير بهالفترة هاي. تحديدا رفقاتي العلوية يلي كانوا ضد النظام قبل الثورة وكانوا يحكوا وما غيروا رأيهم بعدين، ما قالوا هي طائفية، ما قالوا هدول السنة يلي بدهم يطيرونا. يلي سمع أو شاف المقابلة تبع جهاد مقدسي وحكى فيها على المظلومية السنية، هذا حكي فاضي. المظلومية السنية نفسها تماما يلي العلوية يلي مأيدين النظام بيحكوا بالمظلومية العلوية، إنه أيام زمان كانوا العلوية مضطهدين من الأغوات والبشوات والأقطاع والما بعرف شو، إنه هدول كلهم كانوا سنة. أولا لا، ما كانوا كلهم سنة، أغوات وبشوات كان في سنة مسيحية علوية إسماعيلية دروز كراد، كلهم كان في منهم أغوات وبشوات. كل الناس كانت مضطهدة من هي الطبقة إلا من رحم ربي. نفس الفكرة إنه هلأ مظلومية سنية، بيجوز مناطق السنة
تعرضت لدمار أكثر؟ إيه، هذا الحكي مزبوط، بس مو لأنه مناطق سنة بحد ذاتها. أنه النظام من أول يوم بالثورة كان مصر يقلب طائفية، يورجي أنه هي شغلة طائفية، ليحكي بحماية الأقليات يلي هو فشل فيها. عبد العزيز الخير علوي من القرداحة، وينه عبد العزيز الخير؟ معتقل وغالبا معدم، لأنه ما طلع من صيدنايا، ما التقى عبد العزيز الخير، إلا إذا عندهم شي معتقلات لسه مخباية بشي محل هدول العالم محطوطين فيها. فكل مين ما طلع من المعتقلات هو بحكم الميت. شهداء الوطن، شهداء سوريا، مليون وشوي اللي ماتوا على مذبح بيت الأسد ليحافظوا على سلطتهم، مو لحماية أي حدا تاني. وللأسف أنه هن اعتمدوا بشكل أو بآخر على الطائفة. بس إذا بنرجع لأيام حافظ، الناس اللي فيك تسميهم كاتمين أسرار حافظ كانوا 3: أبو سليم دعبول سني، عبد الحليم خدام سني، مصطفى طلاس سني. ما حدا كان بيفوت لعند حافظ بلا موافقة أبو سليم دعبول مدير مكتبه. ما بدنا نحكي بموضوع طوائف لأنه هذا الحكي فاضي. بدنا نبني سوريا من أول وجديد. أنا وكتار مثلي يلي كنا معارضين النظام من أول الثورة لهلأ، يلي طلعنا مظاهرات، عنا كتير اعتراضات على الشيء اللي عم بيصير هلأ. الطريقة اللي عم بتصير حل الدستور بشكل كامل ودون اعتماد دستور آخر، كل هذا عنا مشاكل فيه، بس عنا أمل بالمستقبل، لأنه أي شيء أفضل من نظام الأسد. كل فروع الأمن تسكرت، المعتقلات كلها تسكرت، ما في حدا يشحطك بنص الطريق بس لأنه ما عجبته تطليعتك. في أخطاء كتير عم بتصير، إيه. في عالم ماتت، إيه. ظلم، إيه. بدنا نطلع قديش عدد الناس اللي عم بتموت هلأ هالشهرين اللي مضوا، قدام قديش كان في عالم عم بتموت بالأيام اللي قبلها. برجع بقولها، ما بدنا عدالة انتقامية، بدنا كل العالم تاخد حقوقها بالكامل. واحد ينقتل ظلم بحجة عدالة، دمه على إيدينا كلياتنا. كل مين كان لهم إيدين بدم الشعب السوري قبل لازم يعتقلوا ويتحاكموا محاكمة عادلة ونظامية بوجود محامين دفاع لهم. تصبحوا على خير. سوريا حرة، سوريا دولة مواطنة وعدالة للجميع. سلام.